نتيجة الولاد صدمتني، درجاتهم مش عجباني خالص. عملت معاهم مجهود كبير وفي الاخر درجات ما ترضيش حد. انا تعبت ومش عارفة اعمل ايه. يا ستي معلش، ما هم اطفال، واحدة واحدة عليهم. وبعدين هم فين؟ انا مش سامعة صوتهم ليه؟ انا مبهدلاهم وعطيهم علقة محترمة على الدرجات اللي زي الزفت اللي هم جايبينها. انا مش عارفة الولاد دول اعمل فيهم ايه. مهما ذاكر لهم فاشلين مش نافعين. انا خلاص تعبت، كان املي فيهم كبير. حبيبتي، انت عارفة انت بتعملي فيهم ايه؟ امهم مصدر الامان ليهم والحب الغير مشروط، اللي بتحبهم من غير حدود. مش مجرد درجات تتحكم في حبك ليهم، بيوصل لهم ان انت مش بتحبيهم غير بشرط. ودي اقصى انواع الالم النفسي. ده غير ان انت مش بتخليهم يؤمنوا ان في حاجة اسمها نجاح بعد فشل او بعد احباط. انتي مش متخيلة هم بيجننوني قد ايه. انتي مش متخيلة ان معظم الغلطات اللي غلطوها هم اساسا عارفينها، بس معرفش ايه اللي بيحصل لهم في الامتحان. بحس ان دماغهم اتجننت، مش فاهمين السؤال، مع ان هم بيطلعوا بره الامتحان وعارفين يحلوا. الفكرة نفسها هتجنني. يا ستي، يعني انت عايزة تفهميني ان انت عمرك ما غلطتي غلطات تافهة؟ ما وارد التوتر يعمل كده، وارد ان الطفل لما يتوتر مخه بيقف، وارد ان الطفل يكون فاكر ان الامتحان صعب جدا فما بيتخيرش من سهولة السؤال، فبيحل بحيطة زيادة عن اللازم، فبيرجع يغلط برضه. ما هو كل حاجة بيكون لها سبب. واجبك ان انت تبحثي عن السبب، تدوري على السبب وتشوفي حل المشكلة، مش توصلي لهم رسالة ان الحياة انتهت بعد الغلطة. يا بنتي انا كان املي فيهم كبير ان هم يطلعوا الاوائل، ان الاقي واحد طالع الاول، مش ناقصين غير درجات، وفي الاخر الاقيهم جايبين اخضر واصفر وفي مواد جايبين فيها احمر. انتي متخيله القهر النفسي اللي انا فيه؟ انتي متخيله تعبي النفسي ان ولادي بعد التعب ده كله موقفه حياتي عليهم وفي الاخر يجيبوا لي الدرجات دي؟ يا حبيبتي طبعا حاسة بيكي وعارفة الاحباط اللي جواكي، بس واجب عليكي ان انتي ما توصليش الألم النفسي اللي جواكي ده لولادك. بالعكس، بين لهم ان في امل، بين لهم ان هم هيجتهدوا وهيعملوا اللي عليهم والباقي على ربنا. فهميهم ان اللي مطلوب منهم ان هم يعملوا اللي عليهم، ان هم يركزوا، ان هم يتفادوا اخطائهم، والباقي على ربنا. النتيجة مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعتهم، النتيجة بتاعت ربنا. والإنسان عليه إنه يعمل اللي عليه، وربنا هيحاسبك على سعيك مش على النتيجة. ربنا عمره ما بيحاسب حد على النتيجة. اجتهدي وثقي في ربنا، وخليهم يرجعوا ويذاكروا ويتعلموا من أخطائهم، ويقعدوا ويشوفوا غلطوا في ايه ويتفادوه ازاي، ومرة على مرة درجاتهم هتتحسن واحدة واحدة لغاية ما يوصلوا اللي انت عايزاه. يعني عايزه تفهميني ان انتي مع اولادك لما بيجيبوا درجات وحشه مش بتحاسبيهم؟ ازاي يعني؟ انا طول الوقت براجع معاهم وبتابع معاهم وبشوف وصلوا فين، مستواهم وصل لفين، وبعلمهم ان لازم يعملوا اللي عليهم عشان ضميرهم يرتاح. لان النتيجة في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، وان النتيجة مش علشان نزعل، والغلطة مش علشان نحزن، الغلط علشان نتعلم منه. وبعد كل فشل وبعد كل لحظة احباط بيتولد نجاح جديد. وكمان بقول لهم على لحظات الفشل اللي انا مريت بيها في حياتي، وازاي عالجتها، وازاي حولتها للحظات نجاح، وازاي كنت بقعد وبعيط وبحزن على مجهودي، وبعد كده بحاول تاني وما استسلمش. بعرفهم ان احنا لازم نثق في ربنا، ونثق في حكمته في كل حاجة. حتى لو ذاكرنا كويس جدا وما قفلناش وما جبناش الدرجات اللي احنا متوقعينها، بنبقى عارفين ان في حكمة، ان في غلطة ممكن نتعلم منها حاجة تغير من شخصيتنا. انا الصراحه محرجه منهم قدام باباهم وقدام عيلتهم وقدام قرايبهم. اقل درجات في العيله كلها حاجه الصراحه تكسف. وانتي اساسا ليه تحطي ولادك في مقارنات مع ولاد تانية؟ ليه تعملي فيهم كده؟ ليه بتدخليهم في معصرة ضغط نفسي هم في غنى عنها؟ حبيبتي، لما تيجي تقارني مستوى طفلك، قارنيه بنفسه، قارنيه بمستوى السنة اللي قبلها، وشوفي هل مستواه اتحسن ولا لا. لو اتحسن يبقى انتوا الاتنين ماشيين صح،
يبقى تطبطبي على ابنك وتعرفيه ان هو ماشي صح. لكن لو مستواه قل يبقى لازم نراجع نفسنا ونشوف المشكلة فين. لكن ما تقارنهوش بطفل تاني، ولا تقارنيه بحد تاني بقدرات تانية بإمكانيات تانية. فهماني ولا مش فهماني؟ فهماك يا حبيبتي، وحاسه كده ان انا فعلا ضغطت الولاد جامد جدا. انا لازم اراجع نفسي واخليهم يراجعوا نفسهم في طريقه مذاكرتهم، واشوف مشكلتهم ايه. وممكن يكون مشكلتهم ان هم مش متمرنين على حل امتحانات اكتر. مش عارفه، هحاول اقعد معاهم واشوف. حاولي طول الوقت تديهم امتحانات كتير، تمرنيهم على حل امتحانات كتير، بحيث ان لما يدخلوا الامتحانات رهبة الامتحانات تقل منهم. وربنا يوفقهم يا حبيبة قلبي، وما تعمليش فيهم كده ولا في نفسك كده. واوعي تخلي المذاكرة او الدراسة تهز ثقة ولادك فيكي او تهز ثقتك انتي فيهم. افضلي ليهم مهما حصل لهم الام الحنونة، رمز الحب والاحتواء. شكرا حبيبتي، اكيد كلامك النهارده غير فيا حاجات كتير، وهبدأ بداية جديدة مع ولادي، وهعلمهم يبدأوا بداية جديدة مع كل لحظة يحسوا فيها بإحباط.